السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وحضراتكم طيبين ويعود عليكم بخير يا رب. النهاردة ان شاء الله هنعمل مكرونة بشاميل. طبعا لحمة مفرومة هي، طبعا حطها على النار. طبعا انا عاملة لها بصل، عاملة بصل اهوت ودقة توم اهوت، شوية توم. طبعا انا عاملة اللحمة المفرومة وهعمل عليها برضو كلاوي على كبدة مقطعاها حتت صغيرة. طبعا هحط البصل على اللحمة المفرومة، واحط الكلاوي على الكبدة وكله على بعضه عشان تبقى، هحط كلها خلطة على بعضها يعني تبقى لحمة مفرومة على كبدة على كلاوي، بتبقى طعمها جميل ومغذية جدا. طبعا انا هحط برضو للصلصة عشان هعمل مكرونة بشاميل. وطبعا البشاميل اهو، وان شاء الله هعمل معايا البهارات اهي. بسم الله ما شاء الله، حاطه فلفل وكمون و يعني خلطه على بعضها كده تبع اللحمه. بهارات لحمه وبابريكا وكمون وفلفل وملح. معايا البهارات اهي. طبعا انا هعمل صلصه لان هعمل لازانيا. اللي هعمل مكرونه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل مكرونه لازانيا، مكرونه بشاميل. طبعا انت عارفينها بسم الله الرحمن الرحيم بالمكرونه قلمه. فانا هعمل دي. طبعا هعمل الصلصه. هعمل عندي كيس صلصه اهو من اللي انا كنت مكيساه، وهنزل بقى بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. اهي بشوح الكبده هي بتاع اللحمه المفرومه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنزل بيها كلها اهي، هنزل بالكبده وبالكلاوي انا مقطعاها حتت صغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. والناس تحطها على بعضيها، كل اللحوم على بعضيها، ما يجراش اي حاجه، بتبقى اطعم واحلى كمان. طبعا نحط لها اللهم صل على النبي ده تشويحه كده اهي. بسم الله. بعد ما اديها التشويحه يعني هنزل عليها بالبصل وحبه ثوم والبهارات وكده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل عليها بالبصل. بسم الله اهي، مقطعه البصل طبعا عشان وقت الفيديو ما يبقاش طويل اهو. وهاخد مثلا عشان الصلصه حطيت هنا شويه زيت هنا في اللهم صل على النبي. حطيت شويه زيت، حط سمنه زيت براحتك عشان الصلصه عشان اللازانيا. وتحط لها اللهم صل على النبي هنا اهو حبه بصل بتطعمها احسن وافضل يعني. وبتحط لها حبه توم اهي. طبعا دي للصلصه اهي. تحط لها حبه توم كده طعمها. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي اهي. اما اللحمه بحط لها برضو حبه توم حلوين كده اهي. ماشي اهي. بسم الله. وهنزل بعد ما اعمل احط الثوم والبصل بنزل بقى عليهم بالبهارات اهي. بسم الله. بنزل عليها بالبهارات كده. طبعا الصلصه احط لها فلفل وشويه بهارات برضو ميمنعش. طبعا انا هقلبها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. طبعا هسيبها لغايه ما تتشوح وتطيب وتتسبك. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. طبعا عشان تكفوا هعمل رقاق. طبعا هعمل صينيه رقاق برضو من الخلطه دي، هتكفي رقاق ومكرونه بشاميل وهعمل لازانيا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. سيبها على النار لغايه ما تشرب ميتها وتتشوح وتطيب. طبعا انا اهي. بسم الله. احط طبعا بشوح البصله دي يا دوبك كده تصفر تدبل بس كده، يا دوبك يعني ايه تصفر كده. وهتني نازله عليها بالصلصه، هنزل عليها بالصلصه دي عشان تتسبك عشان اللازانيا اللي انا هعملها. لكن ديت بقى هتبقى اللحمه هسلق المكرونه قدامكم برضو هنسلقوها
وبعد كده اللازانيا ما بتتسلقش، بتحطيها في صينيه، وتحطي الصينيه وترصينها. طبعا هعملها قدامكم بعد ما اعمل الخلطه بتاعتها هي. اللهم صل على النبي. بتتسلق. وطبعا اللحمه هنا هي بتتشوح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. نقلبها كده مع بعضيها لغايه لما تطيب. يعني حطيت كله على بعضه لان هعمل مكرونه بشاميل ورقاق ومكرونه لازانيا. طبعا اللازانيا بتحتاج الصلصه اهي، اما المكرونه البشاميل والرقاق لا. ورجعت لكم تاني يا حبايبي. طبعا دوبك اصفرت البصله، وحطيت هحط عليها فص ثوم كمان اهو تحليها. احط فلفل، نجيب فلفل، حبه فلفل اهو، وملح، شويه ملح. طبعا انا هقلبها على بعضيها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هي اصلا كده كده هتفك، هسيبها تتسبك مع بعضيها، هسيبها لغايه ما تتسبك. طبعا هسيبها هتتسبك مع نفسها كده. ودي الكلاوي والكبده واللحمه المفرومه بتستوي هي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. والله ريحتها جميله تحفه اهي. بسيبها لغايه ما تطيب وتتسبك خالص وتشرب ميتها. طبعا وايه هجهز الميه المكرونه اسلقها، وبعد كده وهجهز ان شاء الله البشاميل وهجهزه باللبن معاكم وان شاء الله، وهرجع لكم تاني يا حبايبي. طبعا التسبيكه اهي. بسم الله ما شاء الله، حته جميله جدا. بسم الله ما شاء الله. بتتسبك اهي، هسيبها لغايه لما تتسبك. طبعا انا هنا اللحمه المفرومه نشفت واتعملت، بس عشان فيها كلاوي وكده وكبده رحت حاطه لها كوبايه ميه. طبعا واحط لها معلقه خل كده. بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقه كبيره كده اهي، وافضل مقلباها. طبعا حطيت كوبايه ميه اللي عشان تستوي كلها مع بعضها، وهسيبها لغايه لما تشرب ميتها وتنشف خالص، وهسيبها تتسبك والتسبيكه تتسبك ان شاء الله، وهرجع لكم تاني يا حبيبي. طبعا انا هحضر اللبن اهو للبشاميل، وهرجع لكم تاني ان شاء الله وانا اما اسلق المكرونه ان شاء الله. ورجعت لكم تاني يا حبايبي. طبعا حطيت معلقتين، يعني معلقه ونص كده سمنه على زيت. بتحطي دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. على قد الايه السمنه اللي انت حطاها اهي. بسم الله عشان البشاميل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا حطيت الماده الدهنيه وحطيت الدقيق. انا مكتره شويه دقيق. طبعا هحمرها خالص لغايه ما يستوي، وهنزل عليه باللبن. اللبن اهو. وطبعا كيس البشاميل اهو. احط فلفل وملح وكده. طبعا تستنى لغايه ما ايه تحمر، يعني تستوي الدقيق يستوي معايا. طبعا انا عامله كميه علشان خاطر اللهم صل على النبي، يعني يكفي يكفي البشاميل يعني. احط على المكرونه وعلى على اللازانيا وكله يعني اللي فيه لغايه ما يستوي. طبعا انا معايا هنا اللهم صل على النبي. طبعا الصلصه بتتسبك اهي، واللحمه اهي اهي، الصلصه اهي. بسم الله. فاضل لها شويه كده واطفي عليها اهي، حته زي العسل. وطبعا انا حاطه اللهم صل على النبي الكبده والكلاوي واللحمه المفرومه على بعض. طبعا اهي قربت تنشف خالص اهي وتشرب ميتها واستوت وبقت ريحتها زي جميله وطعمها جميل جدا. الف هنا وشفا الاول اهي. هسيبها هي على النار اهي، واحط عليها تسبك على مهلها خالص لما تشرب ميتها. طبعا انا هعمل هنا افضل اقلب كده لغايه الدقيق يستوي معايا. طبعا ايه بعد كده فهنزل عليه باللبن. طبعا هي الدقيق استوى خالص اهو، ريحته بقت زي العسل. بنزل عليهم باللبن. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ايه مع التقليب المستمر اهو.
بنزل عليهم بالبهارات اللي هو البشاميل، خلطة البشاميل يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. والملح طبعا انا هقلبه لسه. ملح اهو، حبة فلفل اهو. بسم الله. طبعا كل ده ايه هيتقلب مع بعضه اهو لغاية ما يلف معايا. طبعا اللحمة استوت وبقت زي العسل، والصلصة اتسبكت اهي. طبعا انا ان شاء الله هعمل معاكم البشاميل. هسلق المكرونة وهرجع لكم تاني يا حبايبي. ورجعت لكم تاني يا حبايبي. طبعا ايه احنا خلصنا اهو عبال ما المكرونة تتسلق. طبعا الجلاش اهو، بتجيبي الجلاش اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيه كده. طبعا ايه هنحطه في النص كده اهو. بسم الله. ناخد ورقتين كمان هنا اهي اهي. واجي حاطه بقى ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، اللحمه المفرومه اهي كده. بسم الله. طبعا ايه بجيب اللحمه المفرومه افردها كده اهي. اللهم صل على النبي. طبعا ايه انا حطيت اهوت بقيت مغطيه طبعا بالورق بالرقاق يعني اهي. بسم الله. ريحه طالعه زي العسل. بسم الله ما شاء الله اهو. طبعا انت بتمليه زي ما انت شايفه كده. بسم الله. اهي خلصتها اهي. بسم الله. تفرديها بقى كده وتبقى متوزعه. تجيبي بقى الرقاق كده وتغطيها. بسم الله. حطينا بسم الله ما شاء الله، غطينا كل الجلاش اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنقطعه قبل ما ايه احطه في الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بتحطي معلقه سمنه على اللبن. طبعا لما اجي اعمله في الفرن هتني زقياه بالسمنه باللبن، شويه ملح وفلفل كده على الوش، واحطه في الفرن قدامكم. سلقت المكرونه اهي، سلقتها اهي. بسم الله ما شاء الله. طبعا هنزل عليها بشويه بشاميل اهو. هقلبها عشان تمسك نفسها كده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. طبعا ايه بتبقى ماسكاها بتبقى جميله وطعمها كمان اهي. بسم الله. طبعا انا حطيت سمنه اهي، حطيت سمنه اهي في القعر الصينيه. وطبعا انا نزلت عليها بشويه بشاميل، بتبقى ماسكه كده بخرطتها بتبقى جميله وبطعمها كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا هنزل عليها كده اهي، بتبقى جميله جدا. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي اهي. بسم الله. تحط طبعا بتفردي يعني شويه في القعر كده نصها اهي اهي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. بنزل بقى ايه طبعا باللحمه المفرومه
والكبده والكلاوي اللي انا عملتها مفيش اطعم ولا اسهل من كده، مغذيه وجميله جدا. بسم الله ما شاء الله. طبعا بنزل عليها كده، بسم الله، اللهم صل على النبي. بقى اللحمه المفرومه والكلاوي والكبده اهي، طبعا بعد ما عصقتها بالتوابل وكده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بنغطيها بقى كده، اللهم صل على النبي. مفيش احلى من كده والله ولا اسهل من كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي اهي. طبعا نحطها في الفرن مع بعض تبقى جميلة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي اهي. بغطيها، احط لها بقى على الوش كده بشاميل، ولو عندك بقى جبنه موتزاريلا كلام منها بتحطيها، نحطوها برضو. طبعا هنحطها في الفرن مع بعض برضو اهي. بسم الله. طبعا انا غطيتها اهي. بسم الله، مفيش اسهل من كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. طبعا هننزله، نحط بشاميل كده. بسم الله الرحمن الرحيم على الوش كده اهي. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. طبعا تفرشيها كده، تفرديها على المكرونه كده بقى. شويه جبنه موتزاريلا بسم الله على الوش كده اهي. بسم الله، عايزه تحط مش عايزه براحتك اهي. بسم الله اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. مفيش احلى من كده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا حطيت اللهم صل على النبي معلقه سمنه اهي الاول. تحطي بقى شويه صلصه كده. بسم الله، تفرديها كده اهي. اللهم صل على النبي اهي. طبعا نفردها كلها كده، فردناها اهو. تجيبي بقى المكرونه اللازانيا بترصصيها. بسم الله. طبعا بتجيبي برضو رق صلصه وتنزلي بيه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي اهي. تحطيها كده. بسم الله. تجيبي بقى اللحمه مفرومه الاول، تجيبي برضو اللي هو لحمه مفرومه، تحطي طبقه اللحمه المفرومه هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هتنزلي الفوقانيه اهي. طبعا احنا خلصنا. بتجيبي بقى بشاميل، تحط لها برضو كده بشاميل على الوش اهي. بتغطيها على فكره وتبقى جميله. تحط لها بقى جبنه موتزاريلا اهي. بسم الله اهي. طبعا هنحطهم في الفرن وهنرجع لكم تاني يا حبايبي. ورجعت لكم تاني يا حبيبي. طبعا انا الجلاش انا خلصته. طبعا انا محضره اللبن اهو بالقشطه بتاعته بسقيه. احط بس شويه ملح صغيرين، احط شويه ملح كده مش عادي بس، وحبه فلفل اهو تقلبيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. طبعا بعد ما نخلصوه بتسقيه اهو، وانا حاطه لبن بالقشطه بتاعته. طبعا بتسقيه كله اهو. بسم الله. طبعا انا هحطه في الفرن على طول دلوقتي، وهوريه طبعا لما يطلع ان شاء الله هوريهولكم وارجع لكم تاني يا حبايبي. ورجعت لكم تاني يا حبايبي. طبعا انا حطيتها في الفرن اهي، احمرت وزي العسل اهي. طبعا فاضل لها حاجات بسيطه واطلعها. طبعا انا هعمل الرقاق برضو وهوريهولكم. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. والله جميله وريحتها جميله وبألف هنا وشفا. طبعا انا هعملها واخلصها وارجع لكم تاني يا حبايبي. ورجعت لكم تاني يا حبايبي. طبعا احنا عملنا المكرونه البشاميل اهي. ورجعت لكم تاني يا حبايبي. طبعا انا قطعت المكرونه البشاميل، وطبعا قطعتها اهي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. اهي يعني بألف هنا وشفا، خرطة بخرطتها. طبعا والجلاش اهو. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بألف هنا وشفا. طبعا اهو دي اللازانيا، واللازانيا هي. يا رب الفيديو ينول اعجابكم ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا لي في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وتفعلوا لي زر الجرس. ويا رب ينول اعجابكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.